فيديو النهارده هقول لك على مهارة لو اتعلمتها بس هتغير حياتك للأبد، هتغيرها 180 درجة حرفيا. تعالى معايا. الشخص اللي ما عندوش ثقة في نفسه ما يعرفش يعبر عن مشاعره الداخلية، ما يعرفش يعبر عن مشاكله، ما يعرفش ينكر المنكر. لو شاف حاجة غلط بتتعمل ما يعرفش يصححها، او ما يعرفش يقول دي صح لا دي غلط، ما بيعرفش يجيب حقه. عايز افهمك بس ان هي دي الدوامة اللي ضيعت كتير جدا من الناس. واحد صاحبك او واحد قريبك بيشتم او بيسرق او بيعمل حاجه غلط، لازم أن تواجهه وتقول له الحاجه دي غلط او الحاجه دي صح، او انت ما ينفعش تعمل الحاجه دي. لان انت لو ما قلتلوش تبقى شخص جبان وشخص خايف. تلقى واحد منهم بيتكبر ويقول لك انا قوي شخصيا. انا عملت لك مقارنه بسيطه جدا بين الخجل والحياء. بص، الحياء حاجه اراديه انت بتقدر تتحكم فيها، يا اما بتدفعك يا اما بتمنعك. اما الخجل هي حاجه لا اراديه بتمنعك بس. الخجل ما بتقدرش تحس بيه، اما الحياء بتحس بيه وساعات بتشعر بالسعاده اللي انت بتعمله. مثلا انت قاعد في تجمع عائلي وحد قال لك قول رايك او اتكلم في الموضوع ده مثلا. انت قلت لا انا ما اقدرش اتكلم، وابويا قاعد او عمي قاعد او خالي قاعد، حد كبير قاعد اكبر مني، ما ينفعش ان انا اتكلم. فانت كده عندك حياء، ما عندكش خجل. ودي حاجه تحترم عليها، ودي حاجه حلوه جدا وانت هتكون فخور بيها. اما الخجل فانت مثلا قاعد في شله من صحابك وحد قال لك طب ما تقول رايك، قلت له لا يا عم لا 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 سيبني انا الموضوع ده، ماليش في الموضوع ده. فانت كده الفعل ده هتندم عليه بعد كده، وهتقول يا ريتني كنت قلت، يا ريتني كنت عملت، يا ريتني كنت قلت رايي. فالخجل حاجه بتندم على فعلها. الشخص الواثق من نفسه بيكون عنده حياء مش عنده خجل. انا عايز افهمك ان الثقه بالنفس حاجه بين اتنين بس. تعرف لنفسك حقوقها وتأذن الناس منازلها. بمعنى ايه الاتنين؟ اللي انت تعرف لنفسك حقها، اللي انت تخلي نفسك عزيز عليك، ما تحقرش نفسك عند الناس. تأذن الناس منازلها، تدي لكل واحد منزلته، تدي لكل واحد مكانته، ما تديش لحد اكبر من مكانته ولا اقل من مكانته. فهمك ان انت لازم تعبر عن رأيك وتعبر عن حقران الناس اللي بيعملوه وتطالب بحقك. لان انت لو ما طلبتش بحقك وما قلتش الحاجة دي مثلا ما ينفعش تعمل، انت كده هتحقر نفسك انت. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.